هناك الزعم بأن هناك عمليات أمنية من داخل الأرض اللبنانية إلى سوريا، أنا أظن هذا كذب وافتراء. المؤكد بأن هناك بساط وأعداد كبيرة جدا من العراق ومن لبنان رسمية تابعة لهذه الأنظمة أو تابعة لبعض الأحزاب وبعض المجموعات المتعاونة مع هذا النظام ذهبت إلى سوريا من أجل تأييده ونصرته، كما ذهب بعض المشايخ بمظاهرة مؤيدة للنظام ما شاء الله عليه، كما ذهب مشايخ آخرون حلفاء لبعض الضيوف عندك كذلك أيدوا هذا النظام. لذلك نحن نقول أين الوحدة الإسلامية؟ للأسف الشديد ما بدنا مجرد شعارات. أين مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ أين قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لنقل بأن هذا النظام يعني ليش بدنا نيجي نقول هذا الشعب له مطالب؟ طبعا له مطالب، ولا احد بيقول له من عليه هذا الشعب السوري له مطالب طبعا، لكن اين موقفنا الحقيقي من هذا الظلم وهذا الطغيان بحق هذا الشعب؟ لماذا الولاء لهذا المحور من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة؟ لا يوجد هناك مجموعات فيما نعلم بأنها تؤيد بأنها تدخل إلى الأراضي السورية. نحن بحاجة إلى وحدة إسلامية حقيقية، والتاريخ يشهد بأن غيرنا الذي يرفع هذا الشعار هو الذي يفرق الصف عبر التاريخ وإلى الآن. ولا زلنا الآن نشاهد في بعض القنوات تهجما وتكفيرا لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتهجما على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد نبهنا بعض القادة حين التقينا بهم سابقا ممثل الشمال هنا، لماذا تستغل عاشوراء من أجل تمزيق الوحدة الإسلامية ثم يقال بأننا دعاة الوحدة الإسلامية؟ هذه انطلاقا من سمح الشيخ انطلاقا كلمات معسولة من أجل الهيمنة على البلد بشكل فعلي حتى نغفل واضحة صادق واضحة. بس بدي أسألك عن موضوع الشيخ أحمد الأسير، يتقبل بعض الناس منه عن موضوع الشيخ أحمد الأسير، لأنه حكيت عن ما حصل بالنسبة إلى بعض أو ما قيل إنه تهجم. هل أنت مع ما قاله الشيخ؟ كل أهل السنة غاضبون، كل أهل السنة في كل العالم غاضبون من هذا التهجم وهذا الظلم. وين صار؟ نعم، هذا الشيخ أحمد الأسير الله يجزيه خير قام بواجبه. مين هو؟ شو اسمه؟ قل لي شو اسمه لحتى انا بدي اطلع بيان ضده. قل لي اسمه. طلع تلفزيون المنار، وهذا اللي خلى الشيخ يطلع بيان ضده. طلع بيان صال عنه. اذا بتريد يا استاذ، اذا بتريد سماحة الشيخ، اذا بتريد عم بحكي مع ابو عارف. قل لي مين هو؟ ماني ذاكر اسمه، بس على تلفزيون المنار حكي كلام. خلينا نكمل كلام. سماحة الشيخ، سماحة الشيخ، بس يطلع بيان مشترك. خلي المنار أتكلم عن قناة واحدة. ممتاز. أنا لا أتكلم عن قناة واحدة. عم نسمع ولا أنا لا أتكلم عن قناة واحدة. التشبيه البروباغندا. أنا أتكلم عن مؤامرة خسيسة. هناك قنوات عديدة أنشئت من أجل حرب أهل السنة والطعن بالصحابة والطعن بأمهات المؤمنين. هذه الحرب الشرسة يراد منها تمزيق الأمة، يراد منها نصرة المشروع الصفوي. أما تلفزيون المنار، نعم، هذا الشيخ محمد يزبك شبه معسكر عائشة رضي الله تعالى عنها بمعسكر الأمريكان والإسرائيليين. بئس هذا الزعم وبئس هذا الباطل وبئس هذا الافتراء. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تشرف كل هؤلاء الذين يفترون عليها ويكذبون كلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى برأها من فوق 7 سماوات وهم يشتمونها ويتهمونها بالزنا في شوارع بيروت. أعوذ بالله على الحق. شكرا لك. طبعا بس سؤال، أنا بدي شيء يا شيخ داعي. نحن مسلمين، وفي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا هذا الكلام صحيح بدي ننزل بيان أنا وياك مشترك، أنا وياك والشيخ داعي بدنا ننزل بيان مشترك. أنا بنتي صغيرة يا شيخ داعي اسمها عائشة، بدي ننزل بيان مشترك أنا وياك بهيك موضوع والشيخ خالد، وإذا كان منه مظبوط في إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ماشي؟ صحيح. متفقين عليه؟ صوت وصورة يا حبيب. أنا يعني جيب لي إياها. وين ما حدا شافها؟ جيب بلال.
الطعن بعائشة رضي الله، الطعن بعائشة ورد كلام، هذه الكلمة الوحيدة التي صارت، الكلمة الوحيدة التي نسمعه في بيروت وغير بيروت. والمؤامرة لا تقتصر على قناة واحدة ولا على شخص واحد. أنا أقول لك بشكل صريح وواضح، أين موقفكم الحقيقي من هؤلاء الذين يكفرون أكثر الصحابة ويتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا في كتبهم وفي قنواتهم؟ أين هو الموقف الحقيقي؟ سألتني سؤال بجاوب عليه بشكل صريح. بجاوبك بشكل صريح. حبيبي نحن مسلمين، ويتبعه عمل ماني عم بيشتغل عندك لاتبع لك اياه بعمل. انا ما بقدم كشف حساب لك. اذا بتريد خليني احكي معك قشطه. حاول تعمل بروباغندا اعلاميه وتقلب الموضوع من مكان الى اخر. نحن مسلمين، الله يرضى عن صحابه رسول الله اجمعين وعن ستنا عائشه. وعلى فكره انا مسمى بنتي عائشه، بنتي الصغيره. بتمنى عليك ما نفوت بموضوع نعمل فيه تشعب ونعمل فيه صراعات داخليه. اذا هذا الكلام صحيح بدي انزل بيان. عفوا بنزل بيان انا وياك مشترك فيه. واذا كان هذا الكلام منه مضبوط بدك تنزل بيان تبين فيه انه هذا طلع كلام منه متحقق لانك عم تحكي وعم يسمعونا ملايين. كلام سليم، كلام سليم. ابو سفيان صحابي ولا لا؟ ابو سفيان صحابي ولا لا يا شيخ؟ ابو سفيان صحابي. عند كتاب نور الدين عتر بيقولوا منطلق العشرة من الصحابه. ايه شو بيقول ابو سفيان؟ صرنا بالتاريخ رجعنا 1400 سنه ختنا على ابو سفيان. ابو سفيان رضي الله تعالى عنه. ايه الله يرضى عنه. ايه شو المشكله؟ ايه شو المشكله؟ الله يرضى عنه. ايه غيره يطعنوا فيه، غيره شو بدك يطعنوا فيه؟ خلينا احنا موضوعنا هون. لا اله الا الله. الشيخ بلال ما عم يطعن بحدا. الشيخ على تلفزيون منار طعن بالسيد عائشة. خلينا نرجع انطلاقا من هذا الحوار عند استاذ عبد يا شيخ بلال. خلينا نرجع عند استاذ عبد الرزاق لحتى نساله عن موضوع وادي خالد وعن كل المواضيع المرتبطه فيها. شيخ بتصور وضحت الفكره. استاذ عبد الرزاق بعدك معنا؟ يحبستوهم. استاذ عبد الرزاق عنهم. استاذ عبد الرزاق بس بدي انتم تكونوا معي يا استاذ وليد.